برشلونة في مواجهة نادي جيرونا ضمن منافسات الجولة ال29 من مباريات الدوري الأسباني. النهارده بإذن الله تعالى هنتعرف مع بعض على كل تفاصيل هذه المباراة، لكن قبل ما نبدأ في أي حاجة يا ريت تدعمونا بلايك الفيديو ومتابعتنا علشان تقدروا تتابعوا كل مواعيد مباريات نادي برشلونة القادمة بمشيئة الله تعالى، وصلوا وسلموا على سيدنا محمد ويلا بينا نتعرف مع بعض على كل تفاصيل هذه المباراة. في آخر مباريات نادي برشلونة في بطولة الدوري الأسباني كان حقق المكسب بنتيجة 3-0 أمام نادي أوساسونا، وأصبح نادي برشلونة بعد هذا المكسب متصدرا ترتيب الدوري الأسباني برصيد 63 نقطة من 28 مباراة، متفوق طبعا عن وصيف الجدول نادي ريال مدريد بفارق 3 نقاط. ريال مدريد بيمتلك 60 نقطة من نفس عدد المباريات. وعلى الجانب الآخر نادي جيرونا في آخر مبارياته في بطولة الدوري الأسباني كان تعادل إيجابيا أمام نادي فالنسيا ضمن منافسات الجولة ال28، وأصبح نادي جيرونا في ترتيب المركز ال13 برصيد 34 نقطة. وآخر مباراة جمع بين نادي برشلونة ونادي جيرونا كانت مباراة الدور الأول، واللي انتهت بمكسب نادي برشلونة بنتيجة 4-1 على استاد مونتليفي الخاص بنادي جيرونا. لذلك المباراة القادمة سيستقبلها نادي برشلونة على استاد مونتجويك في يوم الأحد المقبل الساعة 3:15 مساء بتوقيت المغرب والجزائر وتونس، 4:15 مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان، 5:15 مساء بتوقيت السعودية والعراق وسوريا. والمباراة هتنقل عبر شاشة بين سبورت 1 بتعليق علي محمد علي. أما عن حكم المباراة فهيكون طبعا خوان لويس بوليدو، ده طبعا حكم الساحة اللي هيكون متواجد في مباراة برشلونة أمام نادي جيرونا. أما عن توقعي في المباراة القادمة فأنا بتوقع مكسب نادي برشلونة علشان يحافظ على صدارة ترتيب الدوري الأسباني، وهيكسب نادي جيرونا بنتيجة 3-0. ده توقعي، قول لي بقى أنت توقعك إيه في التعليقات. بكده يبقى وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.